السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناة مطبخي اكلاتك مع سمسم. النهارده ان شاء الله هنعمل ايه؟ معانا 2 كيلو دقيق ومعانا زبدة، هنعمل بيهم فطير ان شاء الله يكون احلى فطير واسهل طريقة بالنسبة لكم. هنعمله ونعجنه كل حاجة ولما نيجي نخبزه، يعني قبل ما نقرصه كده هنعمله على طريقتين. يلا بينا بقى نشوف. كده حطينا 2 كيلو دقيق وحطينا عليهم رشة من الملح و3 معالق من السكر، وهنحط عليهم 5 كوبايات من المية، ونخلي كوباية معانا احتياطي، يعني 6 بس هما مش هياخدوهم كلهم. هنفضل بقى نعجن فيهم كده، لازم نكون عجنة محترمة. انا حطيت 4 وحطيت ال5 معاكم كده، وال6 دي هحط منها بالتدريج عشان لو ما خدتهاش مبقاش انا محتاجة دقيق تاني. واحنا بقى بنعجن كده ونسمي الله ونفضل بقى نعجن فيهم كويس قوي قوي. العجين على فكرة سهل وبسيط، مش هياخد معانا وقت خالص. بعد ما نخلص عجن، بص انا قلت لكم دلوقتي ان احنا خدنا ال4 كوبايات وما خدناش خدنا ال5 كوبايات وما خدناش الكوبايه السادسه، ما احتاجناهاش. دلوقتي بقى هنفضل ايه؟ نعجن بقى. بعد ما عجناه كويس قوي قوي في الطبق بتاعنا او البوله، هناخد بقى الدقيق بتاعنا ده ونعجنه على الرخامه كده كويس، نفرد ونلم ونفرد ونلم علشان تبقى العجينه معانا ملسه وايه وطريه كده. هنحطها بقى ايه، عايزاها بتلزق بسيط خالص، ما تلزقش في ايدك بس تكون طريه شويه. معايا هنا قد ايه زبده؟ معايا ربع كيلو زبده على 100 جرام من السمنه البلدي، وقلبتهم ودعكتهم كده مع بعض، وتكون الزبده ساقعه في التلاجة. حطيها في التلاجة علشان تبقى ساقعه معاكي. ممكن تقدري تعملي نص الكميه، تعملي كيلو واحد من الدقيق وتحطي عليه آه كوبايتين ميه، وتشوفيه محتاج تاني ولا لا، وتعجنيه. ورشه من السكر، معلقتين كده سكر. انا بحط على الكيلو معلقه، وعلى الاتنين كيلو 3 معالق، وتحطي عليه رشه من الملح. دلوقتي انا قلت لك اهو ان انا ايه، قطعت العجينه، قسمتها نصين، وخدت منها النص الاولاني قسمته على 3 كور، وده النص التاني. هفرده بالشكل ده كده. احنا نعمل الفطير بتاعنا ده على شكلين، يعني هنفرده على طريقتين. الطريقه اللي تعجبك فيهم تقدري تعملي بيها. هنفرد كده بالطريقه دي، وافردي بقى على قد ما تقدري. افردي بالنشابة، بس اهم حاجة ترشي كمية من الدقيق تحت العجينة محترمة علشان ما تلزقش منك. وتفردي بقى جامد قوي، تفرديها مستطيل. خدي الكرة الكبيرة قبل ما تقسميها ولا اي حاجة، ودعكيها بقى كده زبدة كلها من اولها لاخرها. انا ليه بعمل الطريقة دي؟ عشان تبقى معايا مورقة. والطريقة دي سهلة جدا 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 على فكرة. هي مجرد ان انت بتعجني العجينة وتفرديها وتدهنيها زبدة وتعمليها رول. بصي زي ما انا عاملها كده رول بالظبط. افضل الف فيها وبعد كده بقى اقسمها. اهم حاجة تكون الدقيق اللي تحت العجينة بتاعتي حبة محترمين عشان العجين ما يلزقش. كده بعد ما قسمتها هقسمها من نص، واقسمها بقى ايه، 2 من هنا و2 من هنا. يعني النص العجين ده اللي هو الكيلو، يعتبر الكيلو ده عملته 4 فطاير، والكيلو التاني عملته 3 فطاير، يعني ال2 كيلو عملوا معايا 7 فطاير. بصي بقى كده، انا اجيب الصواني بتاعتي دي وادهنها زيت، ماشي، واحط فيها العجينه، اركنها على جنب لحد ما نيجي نخبزها مع بعض. هسوي بقى الزيت في العجينه، واخد من الصينيه وادهن ندعه زيت وحته زبده. ده اللي احنا الطريقه الاولانيه اللي احنا ما عملناش ايه، ما عملناهاش يعني، لسه هنفردها بقى. هنفردها كده نفس الشكل الاولاني، بس ده بالعكس على قطع صغيره، بدل ما تبقى هي كبيره كده ونقسمها، لا نفردها بقى تاني، ونعمل فيها فتحات بالسكينه كده، 3 فتحات يكونوا قصاد بعض، 3 من فوق و3 من تحت، يعني 6 قصاد بعض. ونروح بقى دهنينها زبده. بصي الطريقه دي برضو سهله جدا. كده انا وريتك طريقتين للفطير، والاتنين اسهل من بعض. هتفضلي بقى تدهني الزبده كده، طبقه من الزبده، وتروحي لما تانية اول حرف ايوه كده، وتتني عليه الحرف التاني وتجيبيه في النص. كذلك الحرف الاولاني والتاني وتحطيه في النص، الاولاني والتاني وتجيبيها في النص لحد ما يطلع معاكي شكلها كده مستطيل. تفرديها فرده صغيره وتجيبي عليها قطعه زبده وتلميها زي الظرف كده، الجنب ده والجنب ده، لحد ما تعمليها كوره على 4 جوانب، وتحطيها في الصينيه بتاعتك. بصي اسهل من كده مفيش. نفس الطريقه، انا حبيت اوريكم برضو نفس الطريقه معايا.
فتحتها بالسكينه ودهنتها زبده بعد ما فردتها، ومن الجنب ده ومن الجنب ده لحد ما لميتها. ونفس الشكل كده هدهن حته زبده في الاخر واروح لميها زي الظرف من الجنب ده ومن الجنب ده من 4 جوانب، اعملها كوره احطها في الصينيه. بصي بعد ما حطيتها في الصينيه انا استنيتها ترتاح شويه. اهم حاجه نريح العجين، كل ما نعمل حاجه نريحها 5 دقايق 10 دقايق، عشان لما وبالذات في الفرد عشان لما تيجي تفردي يفرد معاكي بسهوله. بصي انا كده فردتهم في الصينيه. الصواني دي مقاسها وسط يعني. دول بقى الاربعه اللي احنا قطعناهم رول فردناهم ودهناهم زبده وقطعناهم رول. هنيجي بقى نفردهم فرده كمان كده صغيره مش كبيره قوي، عشان طبعا هم اتقطعوا خلاص يعني بقوا قطع صغيره على قد الفطيره اللي هنحطها في الصينيه. ما تخافيش منك لو اتقطعت او جرى لها اي حاجه، ما تخافيش، هتلميها وتبقى 100 100. بصوا معلش علشان التصوير انا ما خدتش بالي ان الكاميرا كانت بتيجي الجنب شويه. بس كده عملتها رول، دهنتها زبده، بفردها زي ما شفتوا كده. بعد ما بفردها عندي نشابه او المردنه دي اللي هي باليد افردها بيها، ما كانش بايدي هتتفرد بكل سهوله برضو هتبقى جميله. وادهن بقى طبقه زبده تانية خفيفه علشان تبقى مورقه معايا. والزبده والسمنه البلدي بيدوا طعم حلو قوي قوي للفطير. واجيبها كده اقفل الجنب ده والجنب التاني الناحيه اللي قصاده ومن فوق ومن تحت، واروح جايبه حرفها وحرفها الاربع جوانب بتوعي واعملها دايره، واروح مقفلها بقى كده واكون عاملاها دايره، واحطها في قلب الصينيه اريحها 5 دقايق 10 دقايق بالكتير، واروح دايسه عليها تساوي الصينيه وتبقى 100 100 كده. بقى انا حطيت دي في الفرن. بصي ده شكلها بعد ما طلع من الفرن، جميله ولونها ذهبي وتحفه، مفيش اسهل من كده. ودي على البوتاجاز، انا عاملاها على البوتاجاز. بصي انا عملت بطريقتين، حطيت في الفرن، انا باخد اهو من اللي انا كنت راكناه واحطه في قلب الصينيه، صينيه مدهونه زيت او زبده زي ما تحبي، سمنه نباتي عادي مفيش مشكله، اللي تعجبك حطيها في قعر الصينيه وخليها ماده دهنيه. زي بقى ما قلت لك كده، تحطي ماده دهنيه، اي ماده دهنيه تعجبك، وتروحي بقى في الصينيه وحطها كده على البوتاجاز. بصي انا بعملها على الوشين، بخليها تاخد لون الاول من تحت، وبعد كده بروح قلبها بالمعلقه بالراحه خالص على الوش التاني تاخد اللون الذهبي الجميل ده، وبعد كده بروح شايلاها. واهم حاجه لما الفطير يطلع من الفرن او تيجي تخلصيه على البوتاجاز تغطيه عشان يبقى طري معاكي. وكده انا خلصت كل الكميه اللي كانت معايا، عملت في الفرن وعملت على البوتاجاز، ووريتكم الطريقتين. يا رب تكون الطريقه سهله بالنسبه لكم وان شاء الله الفيديو يعجبكم وتكونوا استفدتوا منه. واشوفكم في فيديو جديد على خير ان شاء الله، يكون حاجه احلى واحلى. ما تنسونيش في اللايك والشير وفعلوا الجرس واشتركوا في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.